جالي خبر وحش قوي دلوقتي يا جماعة. جوز اختي عمل حادثة وللأسف مات، وقالوا لي لازم تيجي العزا بسرعة عشان اختك تعبانة وعمالة تعيط ومتبهدلة خالص، ولازم تيجي تنقذيها وتلحقيها. بجد حالتها سيئة جدا. قلت ما ينفعش اروح بشكل ده عشان مزودش من حالتها النفسية وتعبها اكتر. ما هو طبيعي يا جماعة، لازم هنروح العزا يبقى لازم تبقى نفسيتنا احسن حاجة. ما ينفعش نروح عزا نتعب نفسية الناس اكتر، بالذات بقى اما يكون اختك او حد عزيز عليكي. المهم عيني كانت حمرا جدا جدا من كتر العياط، وما كنتش عارفه اعمل ايه. جبت العدسات بتاعتي وابتديت ان انا احطها في بقي كده وبعدين البسها، علشان خاطر الحركه دي بتخلي عيني ترتاح اكتر للعدسات من المحلول. وبعدين قلت ما ينفعش اروح بوشي كده، حاسه شكلي تعبان ومرهق من كتر العياط. ورحت مغيره هدومي طبعا ومغيره اللون الاسود ده، ورحت جايبه المكياج وابتديت ان انا مكيج كده بشرتي زي ما انتم شايفين كويس. وحطيت طبعا فاونديشن كده ايه ما يبانش قوي، يبان ان هو كريم مرطب عادي مش اكتر، عشان خاطر بس ايه اعرف ان انا اخرج كده من البيت، عشان باين عليا ان انا تعبانه وعندي هالات كمان وعينيا ورمه من كتر العياط. ابتديت ان انا كمان اداري الهالات دي واداري كل حاجه زي ما انتوا شايفين، عشان خاطر بس ما يبانش عليا العياط ولا يبان عليا اي حاجه خالص. اهو زي ما انتوا شايفين كده بدمج كويس قوي عينيا علشان خاطر الهالات، وعينيا كانت منفوخه جامد قوي. طبعا ما ينفعش اختي تشوفني بهالات كده. بعدين جبت مسكرة الحواجب وحطيتها في حواجبي، دي مش بتبان خالص، بيبان كأنها شعر طبيعي، يعني مسرحة حواجبي كده لون طبيعي. يعني اختي مش هتاخد بالها اصلا ان انا حاطه حاجه في حواجبي خالص. اهو شايفين ابتديت ان انا اسرح حواجبي كده كويس قوي. وبعد كده بقى ابتديت ان انا احط التنت ده لون يعني عادي، لونه عادي كده خفيف، حاجه خفيفه خالص مش هتبان، يعني ما حدش هياخد باله، محدش هيركز معايا اصلا. يعني يا جماعه ده عايزه جوز اختي مش عايزه حد قريب مني يعني، واختي اكيد مش هتبقى في ايه ولا في ايه، مش هتبقى مركزه معايا. المهم ان انا حاولت ان انا ادمج كده الدنيا بسرعه 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 واظبط كده الدنيا عشان ما اتاخرش برضو على العزا. زي ما انتوا فاهمين ما ينفعش ان انا اروح العزا متاخر او اخر واحده. بعدين جبت الكومباكت باودر وثبت كده وشي كله عشان خاطر وشي يبقى ايه شكل كده حلو وما يبانش ان انا حاطه مكياج ولا يخطط ولا كده. قلت لازم اثبت المكياج كويس قوي واحط شويه كده ايه شويه اللي هو بلاشر كده، عشان خاطر يعني حاسه شكلي وشي باين ان انا حاطه مكياج باين قوي، مش عارفه ليه يعني متضايقه قوي الموضوع ده، عشان ممكن اختي تفكر ان انا حاطه مكياج وتزعل مني طبعا. ابتديت ان انا اجيب البلاشر كده وان انا ادهنه على خدودي وادهنه على مناخيري عشان يبان ان الحمار ده طبيعي، مش حمار ان انا قصدي ان انا احط بلاشر يعني، لا طبعا اكيد مش هحط مكياج يعني في مناسبه زي دي. وبعدين بقى ايه رحت قلت احط فوق عينيا عشان يبان انه طبيعي ما يبانش ان هو مختلف. وبعدين خففته شويه لان كده ما ينفعش برضو. وبعدين جبت الفرشه دي وقلت اعمل كونتور لمناخيري. وبعدين ايه هعمل عينيا، قلت اعمل عينيا كده من تحت حمرا كاني معيطه لدرجه ان عينيا احمرت من تحت خالص، اللي هو يعني من كتر العياط عينيا احمرت قوي. طبعا اختي مش هتاخد بالها من العدسات الزرقاء دي خالص، لان العدسات تعتبر يعني شفافه قوي كانها لون عينيا مش باينه اصلا. وبعدين جبت ده وقلت اعمل بقى ايه اللي هو الكونتور بتاع مناخيري بالبلاشر ده، بلاشر كده اورنج، قلت اعمل بيه الكونتور عشان خاطر محدش يبصلي في العزا ويقول لي يلا يا مناخير كبيره. كله الا الموضوع ده يا جماعه، الموضوع ده الصراحه بيتعب نفسيتي قوي، محدش يقول لي كده يا مناخير كبيره. المهم بقى ايه قعدت كنتر في المناخير كده، وانا على فكره كلي حزن وحزينه، ومن كتر الحزن اللي انا فيه كان باين عليا طبعا وباين ان تحت عينيا احمر وان انا متضايقه جدا. بس انا بحاول ان انا اداري زعلي ده عن اختي، عشان اختي لو شافتني متضايقه هتزعل عشاني برضو. المهم فضلت ان انا ادمج كده هوت واظبط الكونتور بتاع مناخيري واظبط الدنيا علشان خاطر برضو ايه ما يبانش ان انا حاطه كونتور ومكنتره مناخيري. يعني هرسمها كده بالراحه كده هظبطها عشان خاطر ما يبانش. بصوا شايفين بمسح كده عشان ما يبانش حاجه، اظبطه كده وامسح عشان هي ما تاخدش بالها ان انا حاطه اي حاجه خالص. بعد كده بقى هجيب الهايلايتر ده واظبط مناخيري عشان محدش يقول لي مناخير كبيره. هظبطها بقى كده، بصوا تحسوا ان المناخير صغرت خالص بقت صغيره كده. واحط بقى على خدي كده هايلايتر كاني بقى عياط ووشي مليان دموع طبعا، لان انا مش هعرف اعيط وانا حاطه الميك اب ده طبعا لان الميك اب هيبوظ. فحطيت بقى هايلايتر بحيث ان اللي يشوفني يقول ان انا معيطه والدموع على خدودي وعينيا متغرقه بالدموع. وقلت بقى انور تحت الحاجب كده عشان حسيت ان الحته دي مطفيه كده محتاجه حاجه تنورها.
حسيت كده في حاجه ناقصه، مش عارفه ايه ناقص في وشي، بس انا بحاول اشوف ايه اللي ناقص. حطيت برضو في مدمع العين كده هايلايتر عشان خاطر يبان ان انا معيطه وعينيا مرجرجه كده من الدموع وفي لمعه كده في عينيا. وجبت المسكره، قلت احط مسكره خفيفه خالص عشان اختي ما تاخدش بالها طبعا من اي حاجه. اختي لو خدت بالها الموضوع هيبقى كبير وممكن تطردني، يعني ممكن تقول لي انت ايه، انت حاطه حاطه رموش ولا حاطه مسكره ولا مش عارفه ايه، وعامله لي ضوافر كمان. طبعا هقولها ان الضوافر دي ثابته مش بتتشال، او ضوافر يعني من الاخر. مش هقولها ان انا مركبه ضوافر، يعني انا مركبه ضوافر اهي فيها اسود عشان العزا اهو، الضوافر متحدده بالاسود عشان خاطر العزا. والطرحه الطقم اللي انا كنت لابساه كان اسود، بس قلت البس طقم كده على الروز شويه عشان خاطر ما اقفلش نفسي قوي، عشان انا نفسيتي بتتعب قوي بسرعه من الحاجات دي زي ما انتوا فاهمين يعني. وبعدين حسيت ان الروج اوفر قوي، بامبي كده، بيبي كده، بامبي ولا معرفش اسمه ايه ده. رحت جايبه البلاشر ده ورحت اللون الاورنج ده، وابتديت ان انا اطبطب كده على الروج عشان خاطر اثبته وفي نفس الوقت اهدي من لونه شويه. بصوا بقى الضوافر بتحددها باسود ازاي عشان تعرفوا ان انا يعني عندي دم، وبحدد اهو الضوافر بالاسود عشان ما تقوليليش انت مش باين عليكي اي مظاهر من الحزن. بعدين بقى قلت ان في حاجه ناقصاني، محتاجه اعمل محتاجه ان انا احط رموش طبعا، لان انا حاسه كده ان في حاجه ناقصه في شكلي، وهياخدوا بالهم ان انا حاطه مكياج. لكن لو حطيت رموش مش هياخدوا بالهم طبعا، لان الرموش هتداري على اللي فوق العين والكلام ده، وهيبان ان انا يعني مكياجي طبيعي قوي، مش حاطه مكياج ولا كده. بعدين بقى خدت بالفرشه دي اللي هو اللزق بتاع الرموش، وابتديت ان انا اركب الرموش كده. وعلى فكره الرموش غلبتني في تركيبها، لان طلع رمش ورمش مش عارفه ليه. قلت الرمش ده خفيف يعني مش هيبان قوي في العزا، واختي مش هتاخد بالها منه، شبه رموشي بالظبط الطبيعيه، عشان كده اخترت يكون خفيف وقصير ما يكونش طويل. يعني لو تلاحظوا انا في اول العين عندي كله ما فيش رموش، وفي اخر العين برضو يعني الرمش يعتبر في نص العين بس. وهنا بقى هبتدي املى الفراغات كده بالقلم علشان خاطر زي ما انتوا شايفين كده الرموش مش للاخر يعني. بس كده اهو شايفين، هملى كده الفراغ واظبط كده الدنيا عشان محدش ياخد باله ان انا حاطه اي حاجه. بس كده انا كده خلصت، والمفروض بقى ان انا دلوقتي هروح البس، وبقى هكلمهم في العزا واقول لهم محدش يعيط وحد يعمل حاجه عشان اختي ما تنهارش وحالتها النفسيه ما تبقاش وحشه لو سمحتوا ارجوكوا. بس كده يا جماعه، ده الفاينل لوك في الاخر. طبعا عيني حمرة جدا من كتر الزعل والعياط. وبس كده انا كده خلصت، بحبكم، ما تنسوش اللايك. باي باي.